الآن الدوري شغال إليه والأمور ممتعة والإثارة كبيرة في هذا الدوري. لنعرف أكثر سنتواصل مع شخص معلق ومتألق ويعطينا الكثير من الإثارة خلال التعليق على المباريات. الكابتن فهد العتيبي المعلق المتألق في قناة أبو ظبي الرياضية أصبح معنا على الهاتف. كابتن فهد أهلا بك. مساء الخير يا شباب، يعطيكم العافية وأنا سعيد بالتواصل معكم. أهلا بك كابتن فهد. كابتن فهد، يعني لن نطيل عليك أكثر، أعرف أن هناك نهائي كأس ولي العهد السعودي، ربما تتابع هذه المباراة، لكن حفظا لنأخذك نعيدك قليلا إلى إنجلترا. كنا نتحدث أنا وزميل إلي عن استقالة فابيو كابيلو من المنتخب قيادة تدريب المنتخب الإنجليزي، كيف سيكون وقعها على أجواء الأندية وأجواء الدوري الإنجليزي برأيك؟ بالتأكيد هو يعني إجمالا القرار كان مفاجئ للكل، يعني يحدث بهذه الطريقة. نعم. وقبل فترة بسيطة من انطلاقة اليورو، بالتأكيد أنه كابيلو كان مسار شك وجدل واسع في إنجلترا الأيام الماضية. نعم. عن عدم نجاحه ومقدرته على تقديم منتخب إنجليزي قوي ومنافس على الألقاب، فكان الخيار الأخير له البطولة يورو. ما حدث في قضية كابيلو الأخيرة صراحة يثير ويجعل نتساءل عن كيفية تسيير المنتخب الإنجليزي من مسيري للاتحاد الإنجليزي أنفسهم ومع المدرب، العلاقة التي تتم بين الشخصين، لدرجة أنه يتم سحب شارة قيادة دون علم المدرب، وهذا ما أثر على كابيلو. أعتقد أن هذه الأجواء تلقي بظلالها على الأيام القادمة وتجعل الصحافة الإنجليزية والكل يتساءل من بإمكانه أن يكون مدرب الأسود الثلاثة في اليورو. وكما تعلم الأسماء مرشحة كثيرة، لكن هذا الموضوع بالذات يجعلنا نتساءل عن الطريقة التي يدير فيها الإنجليز اتحادهم ومنتخبهم. نعم كابتن فهد، هناك موضوع صغير يتمحور في سؤالين. هل تعتقد أن كابيلو كان ذكي جدا في تخليه عن تدريب المنتخب الإنجليزي قبل 4 أشهر؟ أنا لا أعتقد كابتن فهد أن هذا السبب هو سبب رئيسي ومحوري لكي يتخلى كابيلو عن مهمته المنتظرة في يورو 2012. كابتن فهد، هل تعتقد أنه كان ذكي جدا تخلى عن منتخب باستطاعته، ليس باستطاعته أن يحرز اللقب، وهرب بالدارج، يعني هرب من هذه المسؤولية كابتن فهد؟ هو ربما الكلام اللي ذكرته صحيح، وانه كان يبحث عن العذر لترك المنتخب الانجليزي في ظل تراجع مستوى عدد كبير من لاعبين الانجليز في الفتره الحاليه عكس ما كان عليه في بطوله كاس العالم، وحتى وان كانوا في افضل حالهم في كاس العالم وصلوا وكانوا مخيبين للظن، فما بالك وفي تراجع كبير مستوى عدد لاعبين المنتخب الانجليزي واصابات الى غير ذلك. فربما كان كابيلو يحتاج الى ان يخرج بطريقه اسمح لي نقول بين قوسين مهذبه، لكي يقنع الكل بانه خرج بطريقه يتحملها الاتحاد الانجليزي. وربما انا كان يفكر انه ليس بامكانه هذا الفريق ان يكون منافس في اليورو مقارنه باسبانيا، مقارنه بالمانيا، مقارنه بهولندا، المنتخبات الثلاث المرشحه ايضا الاكبر للفوز في اليورو. ربما ان كابيلو في رايي الشخصي، حسب رايي الشخصي، لم يصل الى درجه ان يكون التشكيله او الانسجام الكامل مع الكره الانجليزيه التي تسمح له ان ينافس مثل ما كان عليه الوضع اذا خرج خارج ايطاليا او حتى في ايطاليا نفسها. نعم. أستاذ فهد، الآن عن سؤال عن الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر سيتي يبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي يتعادل بعدما كان متأخر بمباراة تألقت وأبدعت في التعليق عليها. كيف لمانشستر يونايتد أن يكون خاسرا ب3 أهداف ثم يعود؟ هل هي نقطة إيجابية أم نقطة سلبية لفريق يريد أن يحافظ على اللقب؟ وكيف ترى حظوظ مانشستر سيتي في المحافظة على الصدارة؟ بالتأكيد ربما أنه صراع اللقب تقريبا يمكن اعتباره ثنائيا بين فريقي مدينة مانشستر. نعم. يونايتد لعب مباراة صعبة ضد تشيلسي. يونايتد سيناريو المباراة لن يأتي بالطريقة التي كان يريدها السير فيرجسون الذي لعب مباراة هجومية في تشكيلة هجومية وحاول في الشوط الأول، لكن عندما انقاد ليسجل في مرماه 3 أهداف نجح فريقه في العودة. هذا أمر إيجابي أنا حسب وجهة نظري الشخصية، أن يعود بهذه الطريقة يؤكد لك على شخصية يونايتد وعلى قيمة يونايتد، وعلى أنه حتى في أصعب الظروف قادر على أن يعود مهما كانت صعوبة المباراة ومهما كانت صعوبة الفريق الخاص. فارق نقطتين، السيتي يملك الأفضلية، يونايتد ينتظر مباراة صعبة غدا ضد ليفربول، والسيتي
تقريبا على الورق قادر على تجاوز استون فيلا، فلا نعلم ماذا يمكن ان يحدث غدا اذا كان سيتسع الفارق الى اكثر من نقطتين، ام انه سيتقلص. لكن اجمالا انا ارى ان مانشستر سيتي هذه فرصه ليفوز باللقب هذا الموسم قياسا بالقدرات اللي عند عناصره وبالامكانيات الصعبه او الظروف الصعبه التي يعاني منها تشيلسي، ليفربول، ارسنال، ويعني نقول انه ما عدا يونايتد هو المنافس الرئيسي بالاضافه الى توتنهام. نعم استاذ فهد، سؤال اخير وشكرا لوقتك الثمين معنا في هذه الحلقه كابتن فهد. سؤال اخير، لا يمكن ابدا استاذ فهد ان نمر مرور الكرام على الدوري الانجليزي دون ان نتحدث عن نادي كبير مثل ارسنال. ارسنال مع مدرب عبقري مثل ارسن فينجر، وفي الامس انتخب ارسن فينجر كثاني مدربي القرن ال21. طبعا انت تعرف هذه المعلومه استاذ فهد. ارسنال يتخبط، ارسنال 7 سنوات لم يفوز باي لقب في انجلترا. كيف تفسر تراجع المدفعجيه مع مدرب عبقري مثل ارسن فينجر؟ ما هو السر هنا؟ هل اللاعبين؟ هل المدرب؟ هل الحافز؟ ما هي المشكله استاذ فهد؟ بالتاكيد انت تعلم انه كره القدم حاليا باتت صناعه اكثر ما تكون رياضه. صح. لذلك انه بامكانك اختصار الزمن اذا كانت لديك الموارد الماديه القويه واحضار افضل اللاعبين وافضل النجوم، بالاضافه الى ان يكون لديك عقليه البطولات والفوز. هذا الشيء موجود عند ارسنال، ما عدا الامور الماديه التي لا يملكها الفريق ليستطيع جلب نجوم. وفي كل سنه فينجر يتحدث عن انه قادر ان يقدم فريقا للمستقبل، ولكن الان اصبح لنا فتره طويله ننتظر المستقبل الذي يحسمه فينجر، لكن لا اعتقد انه في القريب العاجل. انا اظن انه سياسه اداره الارسنال هي من تتحمل مسؤوليه ابتعاد الفريق عن هذه الالقاب، بالاضافه الى انه ارسنال فينجر يتحمل جزء كبير مما يحدث في ارسنال والابتعاد عن الالقاب، لانه يتخلى عن لاعبين دون ان ينزل بنجوم ودون ان يكون له تاثير في الاداره. انه هو المانجر، هو الذي يتحكم في الفريق، وهو الذي قادر على ان يطوع اداره النادي لكي تحضر النجوم، مثل ما يحدث مع السير بالضبط في يونايتد. في تصور الشخصي انه فينجر هو يتحمل كل هذا، وعليه ان يكون اكثر مصداقيه مع جماهيره، وان يكون اكثر حزم وقوه مع اداره النادي في جلب النجوم لكي يحصل على القاب، لانه بصراحه في ظل هذه الظروف بالنسبه لارسنال من الصعب ان ينافس على بطولات سواء محليه او خارجيه. كابتن فهد، سؤال اخير، على اي مباراه سنسمع تعليقك وابداعك هذا الاسبوع؟ ان شاء الله سيكون غدا معكم في مباراه ملعب فيلا بارك. قبل ذلك مباراة الارسنال بطبيعة الحال اولا في ساندرلاند، ويوم الاحد مباراة السيتي الذي سيلعب في ملعب استون فيلا. نعم. الكابتن فهد العتيبي، المعلق المتألق على قناة ابو ظبي الرياضية، شكرا جزيلا لك ولابداعك الدائم معنا في قناة الرياضية، شكرا لك. وانا سعيد بالتواصل معكم، وسعيد بالوجبه الرياضيه الدسمه اللي تقدمونها لنا، واتمنى لكم المزيد من النجاح. شكرا الاستاذ فهد المعلق المتالق. يعني فقط واضح انه الكابتن فهد واصل لسه من السفر، يعني من السعوديه الى ابو ظبي، وهو يعني بامانه عندما اقترحت عليه ان يكون معنا في هذه الاطلاله بسرعه يعني وافق، ونحترمه ونقدر له ذلك. يعني لسه واصل من محمد السفر. هم يمررون، هم يرفعون، هم يسددون، هم يسجلون، يتألق بشكل كبير دائما. نعم الكابتن من افضل المعلقين فعلا الكابتن فهد.